السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو ده هكلمكم فيه عن اول تليفون اتصنع في مصر من شركة سامسونج، والتليفون ده هو سامسونج A23 4G. طبعا لو احنا بقى ما كناش في ايام الغلاء الفاحش اللي احنا فيه ده والاسعار الزيادة اللي عمالة كل يوم بتزيد عن اللي قبليه، كان هيبقى التليفون ده نازل في حدود 3000 جنيه، 2000 ونص بالكتير قوي. بس التليفون ده نازل في رينج 5000 جنيه، والحقيقة هو كده خبط في الفئة المتوسطة مع انه كان المفروض يخبط في الفئة الاقتصادية. طيب التليفون ده حلو ولا لأ؟ انصحك تشتريه ولا لأ؟ برضه ده المفروض هنشوفه في الفيديو ده. ومجرد ما انت ما بتطلع تليفونك من العلبة، اول حاجة هتاخد بالك منها التصميم بتاع سامسونج تقريبا هو كله واحد، يعني ان محدش فيه ب2 جنيه كرياتيفيتي او بجنيه. هو تقريبا الراجل اللي بيعمل التصاميم بتاعة التليفونات رفضوه وجابوا واحد بقى قالك بص احنا هنمشي بالتصميم ده على طول مدى الحياة. كل التليفونات بقى ايه، قيس على كده اي حاجة. فهو التصميم ما بيتغيرش بتاع تليفونات سامسونج، بس ممكن اللي يتغير بقى الخامات. يعني التليفون ده جاي بخامات تصنيع من البلاستيك، واخدة طبقة لمية كده تخليك لو بصيت في التليفون يبصم، مش لو مسكته لا، لو بصيت فيه يبصم. وطبعا للاسف العلبه ما فيهاش جراب علشان خاطر تتفادى موضوع البصمات ده. وزن التليفون بالكامل 195 جرام، يعني هو 200 جرام حاجه كده حنينه مسكها في ايديك، مش حنينه قوي يعني، في ناس ممكن لو لا. حلو وزنه حلو. نيجي بقى للشاشه، وده طبعا هيزعل ناس كتير قوي من سامسونج ان في الفئه السعريه دي نازل شاشه IPS، بس هي معوضاها ان هي معاها ريفرش ريت 90 هرتز. طبعا الشاشة بجودة فول اتش دي بلس، وكمان حجمها 6.6 انش، وطبعا عليها طبقة حماية من شركة كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. وبما ان بقى الشاشة IPS، فهو البصمة بتاعة التليفون دي مش موجودة في الشاشة وموجودة في زرار الباور. والله انا بستخف يعني بستحلى او بحب البصمة اللي في زرار الباور اكتر من بصمة الشاشة، هي بتبقى اذواق يعني. وطالما اتكلمنا عن الشاشة نتكلم عن السماعات بتاعت التليفون دي سماعات مونو مش سماعات ستيريو، ومونو من نوع نضيف مش نوع وحش، مش هتضايقك وانت بتسمع حاجة على التليفون. ندخل بقى على الأداء بتاع التليفون ده جاي بمعالج سناب دراجون 680 بتكنولوجيا 6 نانومتر، طبعا مع رامات 6 أو 4، وهي مساحة واحدة الشركة منزلاها 128 جيجا، مع واجهة طبعا سامسونج اللي هي One UI 4.1 زائد اندرويد 12. اداء التليفون ده في الالعاب بصراحة كنت متوقع ان هي تكون تجربة سيئة، بس بالعكس اداء الالعاب كويس جدا ومفيش فيها اي مشاكل. سواء بقى هتلعب بابجي، هتلعب كول اوف ديوتي، هتلعب اي لعبة انت بتحب تلعبها، هتلعبها باداء كويس جدا على التليفون ده. ممكن يضايقك شوية المساحة 128 جيجا، لان بصراحه انا شايفها صغيره جدا، المفروض كانوا يعملوا حاجه اعلى من كده. بالنسبه بقى للكاميرات، التليفون ده جاي ب4 كاميرات في الخلف، يعني في ظهر التليفون. اول كاميرا معانا الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، طبعا جايه بمستشعر من سامسونج، وكمان فيها مثبت بصري حقيقي، هتاخد منها اداء حلو جدا بالنهار. لو هتصور بالليل هتفقد شويه من جوده الصوره. بالنسبه للثلاث كاميرات التانيين، تاني كاميرا معانا 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 دي علشان خاطر بتصور الترا وايد، وتاني وتالت كاميرا علشان خاطر العزل وعشان خاطر الماكرو، طبعا جايين 2 و2 ميجا بكسل. نيجي بقى للكاميرا الاماميه اللي هي الكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وكل الكاميرات دي بتصور لحد 1080 فيديو. طيب البطاريه بقى في التليفون ده نظامها بطاريه 5000 ملي امبير، حاجه ممتازه جدا، بس اللي مش ممتاز ان الشركه منزله شاحن في العلبه 15 واط، مع ان التليفون بيقبل لحد 25 واط، بس يلا مش مشكله يعني. نيجي بقى للحاجات اللي هي الاكسسوارز بقى. التليفون ده بيدعم مدخل 3.5 ملي، ودي حاجه انا بحبها جدا في التليفونات بصراحه، ان هي لازم تكون موجود فيها. للاسف مش بيدعم NFC، دي حاجه طبعا مضايقاني جدا، لان التليفون نازل في 2022 وخلاص داخلين على 23،
مش بيدعم ال NFC، وكمان فئة سعرية مش قليلة، فئة سعرية يعتبر كبير. بس الجميل بقى تاني ان التليفون بيدعم شريحتين زائد كارت ميموري، عشان لو حابب ان انت تزود المساحة بتاعة التليفون بتاعك من خلال الكارت الميموري. طيب التليفون ده كله بقى عامل كام؟ النسخة الاولى والثانية. النسخة الاولى اللي هي 4 جيجا رام مع 128 ده عامل 5400 جنيه، يعني 5000 ونص، ممكن تلاقيه اقل من كده في المحلات لو انت دورت عليه. تاني نسخة هتلاقيها عاملة من 5600 لحد 6000 جنيه على حسب المكان اللي انت هتجيبه منه. لو عايز تاخد مني نصيحة تشتري التليفون ده ولا لا، التليفون ده حلو جدا، وبالذات في الفئة السعرية دي ما بقاش فيها اختيارات كتير، هاته. بس لو معاك فلوس ازيد بحاجة بسيطة تقدر ان انت تخش في فئة تانية هتلاقي فيها اكتر من تليفون. كده اكون وصلت لنهاية الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.